تفصيله في اجتماع الخطيب مع مارسيل كولر امبارح محدش خد باله منها. تعال اما اقول لك عليها. تعالى نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. اهلا يا عم. النادي الاهلي امبارح اعلن كان في اجتماع بين مجلس اداره النادي وبين الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مارسيل كولر لتحديد الحاجات والخطوات اللي هم ياخدوها الفتره اللي جايه بعد ما النادي الاهلي حسم اللقب ال 44 في الدوري. مجلس الاداره اتفق مع الجهاز الفني ان هو هياخد اجازه الفتره اللي جايه من بعد حسم اللقب، وان اللي هيكمل ماتشات الدوري هيكون الكابتن سامي قمصان مع اللعيبه الناشئين واللعيبه الاحتياطي اللي ما شاركتش كتير على مدار الموسم، واللعيبه اللي شاركت كتير كلها هتاخد اجازه. كمان مجلس الاداره قرر بعد الرجوع لمارسيل كولر ان هو مش هيشارك في بطوله كاس مصر السنه دي علشان يقدر يريح لعيبته استعدادا للموسم المهم اللي الاهلي داخل عليه الموسم اللي جاي. لكن النقطه المهمه اللي ما حدش خد باله منها وغفلها كانت في اخر البيان ان النادي الاهلي قال انه هيبعت طلباته الماليه ردا على العرض الفرنسي اللي جه للمدافع محمد عبد المنعم. الكلام ده معناه ان الاهلي ما عندوش اي مانع في بيع محمد عبد المنعم، لكن الكلام ده هيتم بالقيمه الماديه اللي النادي الاهلي حددها واللي تناسب قيمة النادي الأهلي وإمكانيات المدافع محمد عبد المنعم، لأن كلنا عارفين إن فاضل بتاع أسبوعين بس في الميركاتو، وده مش وقت كافي إن الأهلي يقدر يتعاقد مع مدافع قوي وكبير وعنده خبرات زي محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مدافع كبير وإمكانياته عالية، وعلشان النادي الأهلي يسيبه لازم يكون بمبلغ كبير وقوي يقدر يجيب بيه مدافع بديل بنفس امكانيات محمد عبد المنعم. رايي انا بقى الشخصي ان محمد عبد المنعم لازم يكمل مع الفريق الموسم ده، لان ده موسم مهم جدا للنادي الاهلي. عندك بطولات زي الانتر كونتيننتال، عندك بطولات زي كاس العالم المجمع اللي اول مره هيتلعب، ولازم تكون جاهز فيهم 100%. ما تقدرش تغامر وتجيب مدافع جديد وتشوفه هينجح معاك ولا مش هينجح. حتى لو كان الكلام ده نتيجته ان محمد عبد المنعم هيمشي الموسم الجاي ببلاش، مش مشكله. المهم ان انت تقف على فريق قوي وجاهز الموسم ده تحديدا. سمعني بقى رايك في الكومنتات، واوعى تنسى اللايك والشير. اشوفك بخير.